صل على محمد التي نشاهدها في حياتنا كل يوم. فلو فجأة شفت أمامك طفل صغير ومعه جوال ويريد يبيعه ويعترف لك أنه مسروق، ولكن اضطر لسرقته ليساعد أخوته وأسرته، في كيف بتتصرف مع هذا الموقف؟ يا عم لو سمحت اشتري مني هذا التلفون. من انت ده؟ بالله يا عم، امي مريضة في البيت وما بش ما اكل اخوتي، واضطريت الى ان نسرقه. ما السرق ماشي، شوف السرق ماشي يا عمي انا داري ما بش ما اكل البيت، ما بش ما اكل البيت يا عم، ما بش ما اكل البيت. هذه ما تلاقي سرق شاف هذا 500. اخواتك وثاني مرة لا تسرق شيء طلبوا. حاضر يا عم. سمعت علي؟ حاضر. لكن تسرق شيء ها؟ حاضر. اخواتك. حاضر. ها؟ بعدك طلبوا. شلون يا عم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. بالله كان معك برنامج ردة فعل، ايش كان ردة فعلك عن نفس هذا الولد؟ والله تأثرت على الوليد انه قال حالته واهل الضعيفين وهذا دخل في نفسي والله. ها؟ قمت اديته له 500 وقلت لا جدي يشرك شو هذا. تأثرت من داخل القلب. والله كان ردة فعلك قوية ونشكرك على هذا ردة الفعل القوية. والله ان انا تأثرت، هذه ما يتأثر من شو بني ادم، تسلم والعفو منك. اشتري مني هذا التلفون. ماشي بقمو بكم يقع؟ 10,000. ماشي ما له هذا. بقمو اشتري مني هذا التلفون. من ديته؟ ها؟ من ديته؟ لقيته. وين لقيته؟ امي مريضة في البيت ما لها حق العلاج. انا ماشي. التلفون حقكم صاد؟ ما بش معه. ايوه. ما بش معه. ايوه. شوف كلمني بصراحة وانا قاعد اشتري منك، هو حقك؟ هو يشتري منك هو. ايوه حقي يا عم. اعوذ بالله انه شكله يعني مو سرق. ايش تسرقتي يا عم؟ صار يعني. والله اني سرقته. ليش تسرقه؟ ما يجوز. امي مريضة في البيت ما بش لها حق العلاج. ناوي تسرق. اضطريت يا عم، واخوتي قد جاوعين ما قد اكلش من الصبح. الله ما فعل لك، ما في اليد حيلة والله ردي لك عيوني، اما شي لا تسرقه. ماما يا عم تشتري مني هذا التلفون؟ ما بالله يا عم، امي مريضة في البيت وما بش لها حق العلاج، واخوتي جاوعين ما قد صبعش ولا قد تغدوا. من انت تلفون هذا؟ سرقته. ما يسوى السرقة. يا ادي التلفون. ايوه. رجع صاحبه. ايوه. و يعني ادي لك دقيق ولا امدي لك زلط؟ يعني ادي لك دقيق ولا امدي لك زلط؟ ما تديني دقيق وحاجاتك البيت. سلام يا عم. يلا آخر مرة رجع. حاضر. اتفائلوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقوه،
وست باب ما فيهوش امل، مش اي حد تصدقه. يا عمو تشتري مني هذا الطلبات؟ أمي مريضة في البيت ما بش معاها حتى العلاج، وأخواتي جاوعين. لو سمحت تشتري مني هذا التلفون؟ وانت ليش تبيعه؟ ما بالله يا عم، أمي مريضة ما بش لها حتى العلاج، وأخواتي الصغار جاوعين ما قد استبحوا ولا تغدوا. والسوق دي يا عم هذا التلفون سرقته. وانت ليش تسرقه؟ يا عم قد اقداري، أمي مريضة وما بش لها حتى العلاج، لي كم ما أجي وبزه. كانت تربالك عمل تربالك ذا مش تسرق. يا عم ما بش عمل، ما لقيت من جاء وزردوني وكل حاجة. أنا شو خلقك؟ اسمعني. ما؟ التلفون هذا نرجع لنا. لا عند صاحبه. عند صاحب التلفون هذا. أيوة. لا ما شل لكم العلا. لا ما شل لكم العلا. أيوة. ما شل لك الموضوع كذا. يعني تدي لنا ضحين وذاها بيدا كام. الله يسر عليك.